عايزك تتخيل معايا ان طباخ في مطعم من اهم اكلاته السلطه، كل ما بيعمل سلطه بيجيله شكوى ان الخيار وحش. انت راجل مش جدع. فالطباخ بتاعنا بيقرر ان هو مش هيسكت وهيخش يكلم مديره عن المشكله دي. بس مديره بيقول ان هو مش فاضي للمشاكل التافهه دي وان هو عنده مشاكل كتير تانية اهم. بس بيقول له لو انت شايف ان دي مشكله كبيره اتصرف فيها انت وارجع لي قبل ما تنفذ. فالطباخ بتاعنا بتيجي في باله فكره، وهي انه هيستورد كميه خيار من اكتر من مورد، واللي هيلاقي الخيار بتاعه جودته كويسه هو ده اللي هيثبت عليه. يا لهوي على كبر. وده بالظبط اللي عمله الشيف اللي في العمل بتاعنا ايجو جيمباتشي. قبل ما يبدا الفيديو بس حابب اعتذر عن التاخير، ان انا ليا فتره كبيره ما نزلتش اي حاجه، بس ده كان لسبب كان مانعني فعلا ان انا انزل اي حاجه. اول مشهد معانا بيبقى في اخر دقائق في ماتش في اقليم ياباني بين مدرستين ثانوي، واللي هيكسب في الماتش ده هيتاهل للمنافسه على بطوله الجمهوريه. وبيلاحقوا صوت ناس كتيره بتشجع وبتندع على واحد معين في الملعب اسمه إيساجي. اوكي ده شكله نجم الفريق وكله معتمد عليه. لا، هو كان مجرد مع الكوره بس. إيساجي كان في موقف كويس يخليه يشوط ويجيب هدف التعادل لفرقته بعد ما كانت خسرانه 1-0، وده فعلا اللي كان بيفكر فيه. بس بيقطع حبل تفكيره صوت زعيق مدربه وهو بيفكره ان الفرد للكل والكل للفرد، واكسر تالت شمال تحت الكوبري على طول. وبيلاحظ ان جنبه واحد من فرقته فاضي وفاتح فشخ الناحيه التانيه، وفرصته ان هو يحط هدف اكبر من فرصه إيساجي نفسه. وإيساجي بيقرر بكل ثقه وتعاونيه انه هيباصي الكوره لصاحبه اللي بيشوط الكوره بتيجي في العارضه وبترد بهجمه مرتده للفرقه التانيه، بالاخص اللاعب اسمه كيرا اللي بيفنش الكوره ويحط الهدف التاني. خليك فاكر كيرا ده هنحتاجه قدامها. المهم بتخسر فرقه إيساجي، وإيساجي بيبان عليه في الملعب ان هو مش زعلان ومش متاثر اطلاقا، وشايف ان فرقته تستحق الهزيمه. وبيكلم نفسه هو مروح، وبيبان ان هو متاثر بلاعب اسمه نويل نوا، وهو مهاجم منتخب فرنسا واحسن لاعب في العالم وقتها. بيفضل يكلم نفسه حبه حلوين، بعدها بيقرر ان هو هيعيط وهيخرج كل الكبت اللي جواه في نص الشارع. الكام دقيقه اللي فاتوا دول كانوا دقائق في قمه الرمزيه، بينوا لنا اكبر مشكلتين في الانمي. ان الكرة اللي فاتت اللي كانت في الماتش دي إيساجي ما ينفعش تتباصى، شوطها وخد لحظتك وخليك مهاجم اناني. ده معناه ان احنا محتاجين مهاجم اناني. وبيبينوا لنا شخصية إيساجي اللي بتعيط بس بتعيط بس طول الانمي. هو حرفيا انت يعني هنشوف بيرجع إيساجي البيت وبيتلقى خطاب نصه ان هو تم اختياره في اختبار رياضي ما ومحتاج يروح مكان معين. بيعدي كام يوم وإيساجي بيروح فعلا، وهو في الطريق بيقابل كيرا اللي كان لسه دقه في الماتش قبلها بكام يوم. بيفتكروا بعض، وكيرا بيوقف إيساجي بيقول له انت لاعب مجتهد وكويس. إيساجي بيقول له يفضى عرضك شو مهضوم تقصدني. فبيبان قدامنا ان إيساجي ملط، إيساجي شخصيته ضعيفه، عنده توحد، عنده سوشيال انكزايتي، ما عندوش اي علاقات مع البشر، حبيبته سابته. بيدخلوا مقر التدريب هما الاثنين وبيلاقوا اكتر من واحد يعرفوه، بس في مشكله واحده كلهم مهاجمين. في اللحظة دي بيظهر الطباخ البيج شيف بتاعنا ايجو جيمباتشي، اهم واحد في الليلة دي كلها. بيقول لهم ان هو مسؤول عن فوز اليابان بكأس العالم مستقبليا، وبيتبع كلامه ان اليابان ناقصها حاجة واحدة بس عشان تبقى احسن منتخب في العالم: ولادة مهاجم ثوري اناني فعل هداف بيستغل كل الظروف عشان يحط اهداف. اهلا بيكم في بلو لوك، المنظمة اللي هدفها ان واحد من ال300 اللي تم اختيارهم يبقى احسن مهاجم في العالم. ايجو بيديهم وش غسيل ومكوى عشان يفهموا هم داخلين على ايه، بعد ما شاف ان ردة فعلهم ساذجة على كلامه، ويفكرهم بالهدف الرئيسي لبلو لوك. بيخش إيساجي بيلاقي ان هو رقم 299 في الترتيب، يعني حرفيا قبل الاخير. اول ما بيخش اوضه التدريب بيقابل ناس كتيره، منهم كيرا اللي لسه دقوا من شويه برضه، وناس كتيره لسه هتعرف شخصياتهم قدام زي كونيجامي وباتشيرا وكذا واحد تاني. اول اختبار باختصار ان هم في الاوضه هيشوطوا الكوره في بعض، واخر واحد هتلمسه الكوره هيتم اقصائه من بلو لوك كليا، وهنسمي اللعبه دي بلعبه المطارد. بيفضلوا يخبطوا الكوره في بعض، وبنشوف تقديم بسيط لشخصيات زي شخصيه باتشيرا الغريبه فشخ اللي محدش فاهمه، وشخصيه كونيجامي القويه فشخ. الكوره بتفضل تتنقل بينهم لغايه ما باتشيرا بيقرر ان هو هيلعب الكوره طويله في سكه إيساجي، وإيساجي بتيجي في باله فكره تكاد تكون شيطانيه، وان هو عشان يحرز تقدم في بلو لوك لازم يهزم حد اقوى منه. بيلاقي كيرا جاي في سكته، فبيقول على سبيل المثال اما جرب اشوط الكوره فيه. بيشوط الكوره فيه، الوقت بيخلص وبيتم اقصاء كيرا من بلو لوك. وده بياخدنا لباتشيرا اللي في اول لقاء ليه مع إيساجي في ملعب التدريب بيقول له بص انا عارف الموضوع معقد، بس انا جوايا وحش بيتحكم في قراراتي، او بمعنى اصح راكبني. وبنعرف ان اكبر ميزه في باتشيرا ان هو دريبلر ومهاري مستحيل الكره تتقطع منه، وده بفضل تعليمات الوحش زي ما هو بيقول. رجوعا لاوضه اللبس بنعرف انه في ترتيب لمستوى اللعيبه بيتغير كل فتره حسب الاداء، وإيساجي ترتيبه علي بقى ال 274. وبنعرف ان مركز بلو لوك مكون من 5 مباني ومقسوم ل 25 فريق، من فريق بي لغايه فريق زد.
وكمان بنعرف ان كل فريق حصل معاه نفس لعبة المطارد اللي حصلت مع فريق إساجي، وكل فريق فقد لاعب. يعني عدد اللاعبين نزل من 300 ل 275، وده ان دل فهيدل على ان إساجي ترتيبه معليش ولا اي حاجة، هو عدد اللعيبة بس اللي قل. وبنعرف ان التصنيف هو اللي هيحدد فريقك، وده معناه ان فريق إساجي اللي كان بيلعب مع لعبة المطارد من شوية هو اقل فريق في التصنيف اللي هو الفريق زد. كاتسين بياخدنا لأوضة فيها اعلام بيظهر لاعب مغرور متعجرف، من الواضح ان هو من احسن لعيبة في اليابان، بس حصل معاه مشكلة مع نادي في اوروبا فرجع لبلده وقال ان هو بيتبرى من اليابان في العموم، وشتم الاعلام وبوظ الدنيا. شمانة في زيارة ما تجيش تقف على النضارة، مش عاوزة اقابل ناس خسارة هيكونوا في الاساس عويلة. رجوعا لمبنى بلو لوك بنعرف ان ال 25 فريق اللي لسه قايلين عليهم من شويه هيتحطوا في مجموعه، كل مجموعه مكونه من 5 فرق، هيصعد منهم احسن فريقين اللي هم متصدرين الترتيب، وهيصعد معاهم احسن 3 هدافين من ال3 فرق اللي ما عرفوش يصعدوا. وده معناه ان الفريق هيبقى 11 لاعب كلهم مهاجمين، والمفروض يقسموا نفسهم على المراكز ويبتكروا طريقه لعب بمعرفتهم. رجوعا كمان مره لاوضه اللبس بنلاقي فريق إساجي مش عارفين يختاروا المراكز، فبيلعبوا اكس او حاجه ورا مقص مش فاكر، بيقسموا الفرقه على حسب الكسبان، وتخيل مين اول واحد كسب وبقى المهاجم مين؟ ايوه والله هو بطلنا المغوار إساجي اللي انا وانت مش عارفين هو بطل على ايه لغايه دلوقتي. بيبدا الماتش بفوضى عشوائيه، وبنستقبل فيه واحد من اهم الشخصيات اللي في الفرقه اللي ضد إساجي، وهي شخصيه بارو من رايي مش شايف غير ان هو كريستيانو رونالدو في فتره الريال في اواخر ايامه، لاعب مغرور عنده كبرياء مرعب لاصحابه قبل اخصامه، مميز بان هو مهاري وقوي جسديا وشويط بطريقه مرعبه فشخ. هو حرفيا شايف نفسه هو الملك، وكل اللعيبه التانية هم سبل لوصوله لهدفه فقط لا غير. بيبدا الماتش بارو بيسمي الله بيبدا يدقر فيهم، بيحط 5 اهداف لوحده. بعد كده فرقه إساجي بتصحى بهدف لكونيجامي اللي شخصيته قويه وعقلانيه لابعد الحدود. بنشوف ان اكبر ميزه في كونيجامي هي اللونج شوت، وهي حرفيا لونج ودايركت بتروح زي المسطره تشق الشبكه. هدف اول لكونيجامي باسيست من المهمش إساجي، اللي لما كونيجامي ساله انت بصيتها لي ليه قال له معلش انا كنت عايز اشوط بس يعني جسمي قرر يباصي بعديها يعني. الماتش الاول بيخلص على كده 5-1 لفرقه بارو ضد فرقه إساجي، وإساجي مش بيعمل حاجه غير ان هو باصص في الارض بيشكك في قدراته. تحسه صاحبك الاتنشن اللي مش بيعمل حاجه غير ان هو شايف نفسه نوت جود انف، وخايف يخسر الناس اللي حواليه، ومش بيلوم غير نفسه على اي حاجه بتحصل حتى لو مش من غلطه. في وسط الاحداث بنكتشف ان كل واحد فيهم عنده نقطه قوه هو عارف هي ايه وباينه في الماتشات وبيستخدمها، باستثناء لاعب واحد بس هو الفنان محمد محي. يعني بص اسمعوا كده لما بيقول يا ويلي والله، لا هو والله كون ان إساجي مش عارف ايه اللي بيميزه عن الباقي، ده معناه ان هو في خطر ابن كلب حقيقي، لانه المفروض يبقى عارف هي ايه اصلا، يطورها يشتغل عليها ويستخدمها في الماتشات، بس هو ما عندوش اي فكره هي ايه. بتاخدنا الاحداث للماتش الثاني اللي بنشوف فيه تقديم لشخصيه نيكو اللي في الفرقه اللي ضد إساجي. هو ميزته ان هو قصير وخفيف، والباص الطويل بتاعه نوعا ما كويس. بيبدا الماتش بنشوف نيكو ده لوحده بيبلك شوطه من كونيجامي، بيرمي باص طويل لواحد مش فاكر اسمه، واللي انا مش فاكر اسمه ده بيحط اول هدف لفرقه نيكو. بعد كده بنشوف لمحه عن قدره إساجي، وهي قرايه اللعب والحس المكاني اللي تقريبا موجود عند اي لاعب، فهي حاجه مش مميزه اطلاقا والله. وبسبب قرايه اللعب والحس المكاني بتوع إساجي، جاجامارو اللي مع إساجي في الفرقه اللي مميز بسرعه رد الفعل والنط الطويل بيجيب هدف التعادل من كوره مردوده. إساجي بيكمل اسكاتي انا وكل المنتقدين، وبيحط الهدف الثاني من شوطه قويه فشخ في اخر هجمه في الماتش، وبتفوز فرقه إساجي بسيناريو فوق المقبول. بنعرف ان في ميزه عند إساجي غير قرايه اللعب والحس المكاني، وهي ميزه الدايركت شوت. بعد الماتش بيجي دور تشيجري اللي لسه ما نعرفش ميزته، لان هو ما كانش بيتكلم طول الحلقات اللي فاتت اصلا، وكان قاعد واخد جنبه وقاعد ساكت لوحده. بيكلم إساجي بيعرفه ان هو بيقرا اللعب حلو والكلام ده كله، بيقول لك انت بتعرف تقرا الملعب وقرايتك الملعب حلوه وانك ايه بالظبط كده. وإساجي كعادته مش مصدق، انا عندي الحس المكاني انا بعرف اقرا الملعب تيمو تومودا. بعد كده تشيجري اخيرا بيقرر يتكلم، وبيقول لإساجي ان هو كان عنده اصابه تمزق في الاربطه بسببها فقد اكبر ميزه عنده، ورفض يقول هي ايه لما إساجي ساله هي ايه. وبنشوف ان الفريق تقريبا كله بدا يتمحور ناحيه إساجي، وعلاقه إساجي بباتشيرا وكونيجامي بدات تقوى حلقه بحلقه. الماتش الثالث ماتش سخيف، ما فيهوش غير ان في 2 توأم في الفريق اللي ضد إساجي كانوا بيلعبوا بنفسيه تشيجري عشان كانوا عارفينه في الماضي. الشوط الاول بيخلص 3-0 لفرقه إساجي، وواحد اسمه كون هو اللي بيجيب الهاتريك. مين كون ده كان بيظهر بس ما كانش ليه دور قبل كده في الماتشات، ودلوقتي جه دوره. الشوط الاول بيخلص 3-0 زي ما قلت لك، وبينزلوا الشوط الثاني نفس اللاعب كون بيجيب هدفين في نفسه. إساجي بيبقى عامل لي فيها وبيبدا يربط كام حاجه حصلت في الماتش، وبيلاحظ ان كون بيخونهم. ليه كون بيخونهم؟ عشان لو تفتكر ايجو قال ان هداف كل فرقه هيصعد للدور الثاني حتى لو كان فريقه خسران ومش صاعد من اول 2 في المجموعه.
فهو قلل الاخصام على الخطه مقابل ان هو يجيب هاتريك ويبقى هداف فرقته عشان يصعد معاهم. بل ويكون مش بيكتفي ان هو خاين فرقه إيساجي بس، لا هو حرفيا بيخونهم في الملعب وبيروح يلعب مع الاخصام، والماتش بيبقى 12 ضد 10. كات سين سريع لاصابه تشيجري بوجود التوأم ضده في الملعب، وبنشوف هو ازاي عانى بعد الاصابه وما عرفش يرجع لمستواه تاني اطلاقا. بنشوف قدامنا إيساجي رافض يستسلم وبيقاتل باستماتة وبيحاول لوحده جاهدا ان هو يكسب بعد الخيانه اللي اتعرض لها من كون. بيشوفوا تشيجري وبيلاحظ هو محتاج يفوق من اللي هو فيه ده. تشيجري بيتجنن وبيطرقع سبرنت ابن فجره. لا وانا هنا لما قلت سبرنت فانا اقصد سبرنت بجد. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يتضرب مش عارف على مين العشراته، وراح فاتح البنطلون وشاف الوضع كده سخنوه راح ضارب. بيشوط في الزاويه البعيده وبيجيب هدف، النتيجه تبقى 4-2، وده تقريبا هيبقى هدف سيجنتشر لتشيجري، اي هدف هيجيبه هيبقى بنفس الطريقه. بعديها التوأم بيقدروا يجيبوا هدفين والماتش بيخلص 4-4. ده اللي بيودينا لاخر ماتش في المرحله الاولى ضد الفريق في بقياده الدايناميك دو ريو وناجي. بنشوف فلاش باك بيوضح ان ريو من عيال غنيه فشخ بينما ناجي العكس تماما، وبيتقابلوا صدفه في المدرسه اصلا. ريو بيكتشف مهاره ناجي في الكنترول بعد ما تليفون ناجي وقع بعد ما ريو خبطه، وناجي عرف يعمل كنترول ريو قال له ايه ده دي انت لعيب فشخ انا هلعبك معاك كوره. بيعدي الوقت وناجي بيحب الكوره وبيقرروا ان هم يخشوا بلو لوك سوا. بنشوف بعد كده في لقطات ان ريو ميزته الكبرى ان هو قادر ينسخ اي حركه او ميزه شافها من الفريق اللي ضده او حتى اللي معاه، بينما ناجي اكروباتيك كنترولر او بمعنى اصح بصير الكرة في اي حته باي ظرف وهو هيتصرف ويجيبها، وغالبا هيحطها جون زي ما حصل مع اول فرصه في الماتش بتاعنا. من رأيي بصراحه شخصيه ناجي هي احسن شخصيه في بلو لوك، تحسه دايما هو قاعد مسهتن مش دريان باي حاجه حواليه، كسول فشخ بره الملعب لكن جوه الملعب مستحيل يخذلك، كلامه قليل بس فعله اكيد هيزعلك. بتظهر لقطات متقطعه لكون الخاين الكلب الذليل العويل وهو قاعد بره مش بيلعب، ومن الظاهر ان هو مش ندمان على الخيانه اطلاقا وقاعد مبسوط وشايف ان فريقه بيتفشخ قدام عينيه. بيزود الطين بله ناجي بهدفين تاني والنتيجه تبقى 3-0 وكده ناجي جايب هاتريك لوحده. بنشوف اكتر مره لغايه دلوقتي باتشيرا متجنن فيها والوحش مسيطر عليه. مسك الكوره بعد الهدف الثالث قرر ان هو هيبعطل 10 لعيبه بكل سهوله، وصل للحارس حطها رابونا تشيب هدف، كده النتيجة 3-1. بتطلع هجمة معقولة بيجي منها كونيجامي هدف من شوطة كعادته والنتيجة تبقى 3-2. Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Я такая вся, что допиваться будешь год. Sigma, Sigma. بنشوف تشيجري بيحاول ورافض يستسلم وبيحاول يكسر عقدته لتاني ماتش على التوالي بفتح سبرنت زي الهدف اللي فات بالظبط، جري بيها من على اليمين شاط بوش رجله في البعيدة هدف 3-3. باص بيرفكت من ريو لناجي ناحية ال18 وناجي بيقرر يتشقلب اكروباتيا ويجيب هدف مستحيل، النتيجة بقت 4-3. يا ابن اللعيبة يا ناجي يا ابن اللعيبة. إيساجي بيقرر يفوق ويقرا الملعب صح وقرايته دي ساعدت كونيجامي ان هو يحط هدف والنتيجة بقت 4-4. بنشوف ناجي طالع انفراد لوحده في اخر الوقت وعلى وشك ان هو يحط الهدف الخامس وفرقته تكسب. فجأة كون بيقرر ان هو هينزل يجري يفتح سبرنت على ناجي ياخده بالحضن حرفيا وينقذ فرقته من هدف محقق. بتيجي شوطة من ناجي بيشيلها جاجامارو من على الخط، بتطلع مرتدة سريعة تتنقل اكتر من نقلة تروح لإيساجي بيخلصها بدايركت شوت محترمة. بيخلص الماتش 5-4 وتكسب فرقة إيساجي، وبنشوف ان هم تأهلوا مركز تاني بالعافية بعد ما كسبوا الماتش ده، بينما فرقة ريو ناجي تأهلت مركز اول وتأهلوا 3 هدافين باي مع الفرق التانية اللي هم نيكو وبارو، واحد من الاثنين التوأم. بداية المرحلة التانية لو تفتكر ايجو قال في الاول ان هم قبل كده متقسمين لمباني على حسب مستواهم، بس الموضوع ده طلع كده. ايجو قال لهم كده عشان يحسسهم بالضغط ويخلوهم يطلعوا اقصى ما عندهم في اول مرحلة، بس هم في الاساس مبنى واحد بس عادي جدا. على مشارف المرحلة التانية هتكون من 5 مستويات واللي هيعدي منهم هيوصل للمرحلة الثالثة. طبعا بيطلب من اللعيبة ان هم يعدوا من بوابة معينة، بس المرة دي هيعدوا بشكل فردي وهتفهم ليه لما المرحلة تبدأ. بداية المرحلة في المستوى الاول بيطلب من اللاعب ان هو يجيب 100 هدف في 90 دقيقة وهيبقى واقف في المرمى حارس هولوجرامي مطور من بلو لوك، والتحدي ده بمثابة تطوير لغريزة التهديف عند كل اللعيبة. وبنشوف إيساجي بيقرر يطور الدايركت شوت بتاعته وبينجح في ده فعلا، واغلب اللعيبه بيعدوا من المستوى ده. في المستوى الثاني بيبقى مطلوب تجميع فرق والفريق هيبقى مكون من 3 افراد،
اساجي اول ما بيخش من الباب بيقابل باتشيرا وبيفكروا هما الاتنين هيضموا مين كفرد تالت معاهم في الفريق من تشيجري وكونيجامي، بس بنشوف ان تشيجري وكونيجامي لسه ما عدوش، هم هيعدوا بس لسه ما عدوش دلوقتي. وفي نفس الوقت ده بيجي ريو وناجي بيطلبوا من اساجي ان هو ينضم لهم ويبقى العضو الثالث في فريقهم، بس اساجي بيرفض طبعا. في الوقت ده ناجي بيقول لريو يا ريو يا اسطى بسرعه بسرعه، تاخده ولا تعيط ولا تاخده وتعيط، اختار حاجه. ريو ما فهمش، قال له ايه؟ قال له انا خدتك عليه، انا هروح لاساجي وباتشيرا وانت شوف لك كلب. بعد كده بنعرف ان نظام المستوى الثاني هيبقى كل ما فريق يتم 5 افراد هيعدي المرحله اللي بعد كده. طب ازاي في فريق ممكن يتم 5 افراد وهم بادئين 3؟ بكل اختصار كل ما فريق يكسب ماتش هياخد لاعب من الفريق اللي ضده، يبقى 4 يبقى 5، مبروك الفريق اتاهل. بينما لو الفريق خسر هيرجع يلعب ماتش 2 ضد 2 والفريق الكسبان هياخد واحد من الفريق الخسران، وكده هيبقى فيه للاسف شخص هيودع بلو لوك كليا. طبعا الشخص اللي هيودع بلو لوك كليا ده هيبقى الشخص اللي خسر الماتش 2 ضد 2 والفريق اللي ضده ما اختارهوش، وهتفهم اللي جاي قدام. كده بيحصل قدامنا تغيير في التصنيفات وبنشوف ان اساجي تصنيفه اتغير وبقى ال15. في اوضه الانتظار بنشوف تقديم لشخصيه رين. مين رين؟ رين ده اخو ساي اللاعب المشهور اللي كان بيخبط في الاعلام في الاول لو تفتكر. حصل بين رين وبين اساجي تاتش بينتهي بان فرقه اساجي هتلاعب فرقه رين في اول ماتش في المرحله دي. بيبدا الماتش والنتيجه بتبقى 1-1 عن طريق هدفين من اساجي ورين. بنشوف ازاي شخصيه رين مغروره ومش شايفه غير نفسها في الملعب. هو مش كبرياء زي بارو ولا زي كونيجامي، لا ده غرور. كرة من هنا على كرة من هنا، في واحد طويل مع رين في الفريق جاب هدف النتيجة 2-1. يخش واحد برضو مع رين في الفريق ما عندوش اي ميزة غير ان هو قوي بدنيا بس، يشوط ويجيب الهدف الثالث، النتيجة تبقى 3-1. ناجي راح مع اساجي من هنا وبص بيلعب وايه، بيروح للجماهير بعد كل ماتش ويغني عندي غزالة، مش بيتخاذل ولا بيتأخر. ناجي بيعمل اكروباتيك تريك بيجيب بيها الهدف الثاني. تقريبا اي مواجهه بيخش فيها هو كسبانها حتى لو كانت على رين نفسه اللي من الواضح ان هو احسن لاعب في البلوك كلها لانه تصنيفه رقم 1. وصولا وتذكيرا للنتيجه 3-2 لفرقه رين. بنشوف ان رين نفسه عنده ميزه قرايه الملعب زي اساجي بالظبط، بس تقدر تقول ان رين هو اساجي المطور 1000 ليفل مثلا. رين بيوضح لنا وبيأكد لنا ان هو عنده شوطه زي اساجي بالظبط وهي الفينيس شوت، بيحطها كده بيزقلها ببطن رجله في البعيده، والنتيجه بكل سهوله بتبقى 4-2 لفرقه رين. واساجي بيقعد في نص الملعب كعادته حاطط دماغه في الارض وبيعيط وبيخبط في دماغه، لا انا مش هخسر، انا مش يا ابني اقتنع انت وحش. قهر وغبنا وما راح يتعدى الحظ في يوم من الايام، ما راح يمشي حظي في يوم من الايام، ما راح افرح في يوم من الايام، ما راح اسعد في يوم من الايام. بيكمل الماتش رين لوحده وبيحط الهدف الخامس وبيقول لاساجي خد في نص الملعب. وبما ان فرقه رين اللي كسبت فالمفروض هتاخد واحد من فرقه اساجي. طبعا انت دلوقتي هتفكر ان هم ممكن ياخدوا اساجي عشان لا خدوا باتشيرا، وباتشيرا رايح الراجل هو كمان اكتشف ان هو عنده غزاله فراح مع رين وفرحان والدنيا زي الفل. مشكلتي معاه ان هو مش شايف نفسه كفايه، انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، مش شايف نفسه يقدر يقف قصاد اي حد لعب ضده حتى لو اساجي كسب في الاخر وهو اللي فوز فرقته. دايما بتيجي لقطه لاساجي في نص الملعب هو واقف مكشر عينه، واقف في نص الملعب باصص في الارض وقاعد بيعيط. بنشوف بعد الماتش ان بارو هو كمان خسر وكان معاه واحد كان مع اساجي في اول فرقه خالص بس ما ظهرش كتير اسمه ناروهايا، بيروح يستفز اساجي وبيقول له بقول لك ايه، اللي هيخسر فينا ما حدش من الفرقه الثانيه هيختاره، انت ملط وانا ملط فتعال نجرب يمكن نكسب. وبطريقه ما اساجي تم استفزازه من الطريقه دي وقال له يلا بينا. بيبدا الماتش بنشوف سوبر هاتريك من ناجي ده فتح كلام لو احنا بسم الله سوبر هاتريك. نقلب الصفحه، هاتريك من بارو هدف من ناروهايا، النتيجه 4-3 لفرقه ناجي. بس اساجي هنا بيقرر يفوق ويقرا اللعبه صح، يكلفت بارو كلفيته محترمه ويحط دايركت شوت ومبروك الماتش يخلص 5-4 وفرقه ناجي واساجي بيقرروا ان هم هيختاروا بارو. بنشوف بعدها معاناه ناروهايا وقصته وانا بصراحه اتاثرت وكنت على وشك ان انا دمع انا وبتفرج في الحته دي. بنرجع لاوضه المرحله اللي فاتت وبنشوف تشيجري وكونيجامي وهم بيتاهلوا من تحدي التسديد مع بعض وبيختاروا ريو كفرد ثالث في فريقهم بطريقه غير صادمه اطلاقا، كنت متوقع بصراحه. من اكتر الحاجات اللي استفزتني كتابيا لغايه دلوقتي بصراحه هو ان احنا ما شفناش حد من شخصياتنا الرئيسيه بيخرج بره بلوك، ولا شفنا معاناته ولا عشنا الجزء الحزين من الروايه زي ما بيقولوا. بنشوف بعد كده ان اتحاد الكوره ستيريوتايب كلهم ناس فاسدين بكروش وقرع وعايزين فلوس وخلاص. من مشهد اتحاد الكوره بنروح للبسين او للبول وبنشوف العصابه كلهم قاعدين بقى، تشيجري واساجي وكونيجامي وناجي، الشباب كلهم حرفيا قاعدين بيقضوا وقت ممتع في البسين. فتشيجري بيقول لناجي بقول لك ايه، احنا عايزين نلعبك هالدغري، اساجي بيقول له يلا بينا ما عنديش اي مشكله يعني. بننط على الماتش على طول وبنشوف تشيجري كعادته بيحط هدف بصورته النمطيه، شوطه في البعيده 1-0. بنشوف برضو انانيه بارو، بسبب انانيه بارو كونيجامي بيقطع منه الكوره ويحط الهدف الثاني.
اساجي بيقرر يفوق ويقرا اللعب صح، وناجي بيبدع كعادته ويحط هدف كده النتيجه 2-1. كونيجامي مش بيستنى وبيشق الحديد وهو سخن، بيحط هدف بدماغه كده النتيجه 3-1. اساجي بيقرر يفوق ويقرا اللعب صح وبيجيب اعلى مستوى ليه من بدايه الانمي في قرايه اللعب والتحرك. ملوش حل هو ابن المرأة، هو بلانساته ابن المرأة، افضل اهل الارض محمد استخدم بارو كطعم عشان يقدر يتحرك في البلايند سبوت ويحط الهدف الثاني كده النتيجه 3-2. اساجي بيكمل احسن ماتش ليه وهو بيقنع بارو ان هو يبصيله ويجيب التعادل. هو مش بس بيقنعه ان هو يبصيله، هو حرفيا بيكسر بارو وبيكسر كبرياء وثقته في نفسه بعد ما استغله كطعم في هدفين مش في هدف واحد. وهو ده بالظبط اللي خلى بارو يفوق ويكسر حدود موهبته ويعمل سكيلز يلم بيها الثلاث لعيبه يشوط هدف. فرقه اساجي كسبت 5-4. اساجي وبارو اتكلموا شويه وقرروا ان هم يختاروا تشيجري. ده معناه ان كونيجامي وريو هيرجعوا يلعبوا ماتش 2 ضد 2 عشان يكملوا المراحل اللي قدام. بنشوف لقطه حزينه وفي نفس الوقت تشجيعيه بين كونيجامي وتشيجري، بينما على النقيض الناحيه الثانيه ريو وناجي قاعدين بيقطعوا فروه بعض. وانت ريو بيقول لناجي يا اسطى انا اللي عملتك، اختارني ما تلعبش من غيري ولا. بنشوف ناجي لاول مره بيعبر مشاعره اللي بتبقى كلها كره وشفقه تجاه ريو. بيمشوا زي ما قلت لك كده، كونيجامي وريو هيلعبوا تصفيات تاني عشان يعرفوا يتاهلوا لقدام. بنشوف مشهد كله حب وطمانينه بين بارو واساجي، وهو بارو بيشكر اساجي بيقول له يا اسطى معلش كنت فاهم الكوره غلط، بس والله انا كنت فاكر ان اللي مش هيجيب جون مرقصه يعني. بنروح لشخصيه باتشيرا وهو صغير، وبنشوف بقى ازاي كان معقد ولطيف في نفس الوقت، ازاي بقى الوحش قابله لاول مره وركبه لا سواء لا بيتحدد ماتش اخير وهو ماتش بين فريق اساجي وفريق رين، والكسبان في الماتش ده هيبقى اول المتاهلين للمرحله الثالثه في بلو لوك. بيبدا الماتش بسرعه وبنشوف اساجي هو بيقرا تفكير باتشيرا وبيقطع منه الكوره وبيوصلها لتشيجري، بيوصل بيها للهدف الاول. بعدها رين بيلعب بيهم اللي هو كانه بيلعب مع عيال اخته وبيجيب التعادل بكل سهوله. بالمناسبه في الهدف ده اساجي حاول يجاريه بس زي ما قلت لك يعني مفيش اي فايده في اساجي. الواد الطويل اللي معرين في الفريق عرفت اسمه دلوقتي، اسمه اريو، جاب هدف حلو بباص احلى من باتشيرا عشان النتيجه تبقى 2-1. بعديها ناجي بيطبق كلمات اغنيه ايه يا راجل انت ده للفنان حمدي باتشان. ايه يا راجل انت ده ايه اللي انت عامله. حط هدف ولعب بعقل رين كعادته كده النتيجه 2-2. وهنا رين اتجنن بسبب ناجي. انا بدات خلاص يا عم، بدات خلاص. دخل لوحده وهرتلهم وجاب هدف النتيجه توصل 3-2. بارو بيتقمص شخصيه عنتيل المحله وبيحط هدف حلو فشخ بعد قرايه لعب حلوه فشخ من اساجي. رين بيكمل جنانه وبيسكعهم هدف رابع من فاول اتسبب فيه بارو. اساجي اخيرا بيقدر يسد قدام رين وبيستغل تحركه الغلط في كوره وبيحط التعادل. باتشيرا بيخش في حالة الهيجان الأحسن ليه من أول موسم وبيعدي الفريق كله وبيحط الهدف الخامس. وبكده فريق رين هو اللي كسب، ورين قرر إن هو هيختار ده المفروض الطبلة اللي هي بتحفز دي إساجي أخيرا، عشان حس إن إساجي هو الوحيد اللي قدر يجاريه من أول ما دخلوا بلو لوك. إساجي لقى إن هو هيسيب أصحابه وما هنوش عليه، راح قال لهم معلش يا رجالة والله العظيم، قالوا له ولا اقطم وخش العب. وبكده ناجي وتشيجري هيرجعوا للمرحله اللي قبلها عشان يلاقوا فرصه للتاهل تاني. يخش اساجي مع رين والشباب لاوضه اللبس، بيكلمهم ايجو وبيدوهم نصايح وجوديه ملهاش اي لازمه. بعدها بيقول لهم ان هم هيلعبوا ماتش ضد فريق مكون من احسن لعيبه في اوروبا، بيبقى ماتش عابر ملوش اي لازمه وفرقه العالم تكسب سكور كما المتوقع. يبدا المستوى الاخير في المرحله دي بتقديم باقي الفرق اللي قدرت تتاهل مع فريق رين واساجي. واول فريق بيبقى كما المتوقع الجنج، بارو وناجي وتشيجري، ومعاهم واحد قديم من فريق ريو ناجي وواحد معرفوش مين لغايه دلوقتي. تاني فريق بيخش بيبقى فيه نيكو لو تفتكروا من المرحله الاولى، ومعاه واحد اسمه يوري هيبقى ليه دور في الموسم الثاني. تالت فريق بيخش بيبقى فيه رايتشي وجاجامارو اللي كانوا مع اساجي في اول فريق خالص لو تفتكر برضه. انت راجل مش جدع. واخر فريق في ايجاجوري اللي كان مع اساجي في اول فريق، وريو ريو اتاهل معاهم. في نفس الفريق كان فيه الشيطان الاكبر تشيدو اللي ليه دور كبير فشخ في الموسم الثاني. مش ملاحظ حاجه، الفرق اكتملت وما فيش حد ما ظهرش. كونيجامي فين؟ كونيجامي باكتر لقطه صادمه في الموسم. كونيجامي ما تاهلش بسبب ان تشيدو ما اختارهوش واختار ريو. وهو انا فكرت فيها دلوقتي بقى بنعيش ده توديع الشخصيه المهمه الرئيسيه في الموسم كان لازم اتكلم. ما عشناش الجانب الحزين من الروايه يا عمي اقطم. بعد كده بنعرف من ايجو ان اتحاد الكره الياباني مش حابب مشروع بلو لوك وبيفكر يكنسله كليا، بس ايجو راهن بحياته على ماتش واحد بس بين احسن 11 لاعب في بلو لوك ومنتخب اليابان تحت 20 سنه. لو بلو لوك كسبوا الماتش هيستولوا على منتخب اليابان تحت 20 سنه كليا، بس لو خسروا هيتم كنسله المشروع وانتهاء مسيره كل لاعب فيهم حتى ايجو نفسه. هو ماتش واحد، اما نعانق السماء او ندفن تحت الارض. نهايه الموسم الاول.